اهلا بيك وطلعت ست جديده، وانا مش هطلب منك تعمل لي لايك عشان انت صاحبي وجدع وهتعمل لوحدك. واثناء التجهيز للطلعه جالنا ضيف، تعال نشوف خلعنا منه ازاي. يلا بينا. يا هلا يا هلا ابو النسب، يا هلا يا هلا. حبيبي، اهلا حماد، اخبارك يا غالي؟ اخبارك؟ الحمد لله، امورك تمام؟ الحمد لله. شرفتنا يا باشا. حبيبي حبيبي يا شرف حماد، لله. حبيبي. والله. وبعد ما رحبنا وعملنا الواجب قعدت اخد ود مع الضيف وخلصت كل الكلام ومش عارف اجيبها له ازاي، وخايف اقول له طالع اصطاد يقول لي كلمتين اياهم. سمك ايه في الجو ده يا عم؟ اقعد من البرد وتعالى اشتري لك 2 كيلو وريح نفسك. وخايف اقول له سمك ايه يا عم ده غيه، وخف الدم يرد ويقول لي ه الغيه محلها القلب. وطبعا ضيفنا طلع لماح وخد باله. هو في يا ابني مالك؟ انت مش قاعد على بعضك ليه كده؟ انت قلقان ليه؟ في وراك حاجه ولا ايه؟ لا والله ما فيش حاجه، يعني انا بس كده ما فيش يعني. لا لا يا عم، ده انت شرفتنا والله، شرفتنا والله، شرفتنا. الشنطه والجردل والعده. ما تقول يا عم ان انت رايح تصطاد. توكل على الله يا عم، روح. وبرضه مفيش فايدة، على قد ما حاولت أهرب من الكلمتين إياهم سمعتهم وطلب مني الطلب اللي أي حد بيقابلني بيطلبه مني. اهم حاجه ما تنسناش. عدى علينا 5 كيلو. ليه يا عم وأنا رايح البحر الأحمر؟ وابتدت المغامرة. علم الغدر. ووصلنا نفس المكان اللي بنروحه كل مرة، ولقينا تغييرات كبيرة حصلت في المكان، ولقينا الترعة اتطهرت. بس السؤال يا ترى اتطهرت النهاردة ولا كان امتى؟ ولقينا الكراكة شغالة في الترعة اللي ورانا، قلنا مفيش فايدة ننزل نجرب وخلاص. وبدأنا نزفر الضوء يا صاحبي مكونات الخلطة بتاعتنا. ورميت اول رمية وفضلت دماغي تودي وتجيب. يا ترى الكراكة دي كانت بتنضف هنا النهارده ولا ايه؟ وافتكرت كلام ابو النسب وضحك. اهم حاجه ما تنسناش. عدى علينا 5 كيلو 5 كيلو 5 كيلو. 5 قليلين يا عم، ما تخليهم 10. يا ترى الراجل هيرضى يرجع لنا الطعم ده تاني ولا ايه؟ قلت له يا احمد بقول لك تنكش اي حاجه كده تثبت ان هي ما اصطادتش. ما اتحركتش معاك خالص؟ ولا انت علي؟ ولا انت؟ على الله حكايتنا، الله حكايتنا، الله حكايتنا. والبرق بيبرق الرعد بيرعد. والرعد بيرعد. وبعد ما كان الجو حلو قلب فجأة، ومع اللي حصل للترعة كمان علي فتح لنا باب امل بالشرايه اللي خدها. وكل ده ولسه احنا مش عارفين هل الكراكه منضفه الترعه النهارده ولا من كام يوم. يا ريت تقولي لو مكان تكمل ولا تغير المكان. وهنا علي بدأ يستعمل الطريقة اللي ما بحبهاش، وهي رزع الغماس في المية. ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات كم واحد بيستعمل الطريقة دي وبيحبها، وهل فعلا بتجيب نتيجة؟ يا علو، ده احنا لسه الغمازات ما اتحركتش بتاعتنا يا علو. ماشي يا سيدي. يومك يا مرزق. ايه يا علي يا مرزق؟ ها؟ ده انا اجي لك لحد عندك بقى يا ابني، الدنيا بتشتي. ليه ومفيش غمز. انت ايه حكايتك؟ ما شاء الله يا عم. ماشي، يعني هي الدنيا مثلا يعني متطهره عندنا وعندك لا؟
حلو يا عم والله، حلو ما شاء الله. يلا يا عم الله يوسع عليك يا رب، ادعي لنا بقى. عموما يعني انا مش عارف يعني، يا رب يا رب انه نكون من لنا. السلام عليكم بقى. كلمة السر ايه؟ الطعمية المحرمة. وانت يا احمد مفيش سلاح تكسبه؟ لسه مفيش اي حاجة. الله ماشي يا عم، الله يوسع علينا يا رب. ماشي يا عم علي حبيبي، بقدرك في القفص يا عم علي، واحنا بيضة في الشارع. وهنا بدأ الشتاء يعملها معانا. وقلنا يا فكيك على العربية وسيبنا العدة على المية. لف وارجع تاني، لف وارجع تاني، لف وارجع تاني، لف وارجع تاني. احياء 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 احياء. هو الازاز، هو الازاز، هو الازاز يا عم. هنشبر وهنيجي ننزل نتعب. انت طول عمرك بتفكر غلط، انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلك فين؟ مجانين بقى ورجعنا تاني. ورجعوا كل تفكيري في العودين اللي سبتهم، اخبارهم ايه؟ يا ترى هنلاقي الجردة اللي اتملى سمك يا جدعان؟ الغمازات لسه ما هي ما اتحركتش. اخبارك ايه؟ ما شاء الله. طب وانتوا سايبكم كده لوحدكم؟ طب مش تجيبوا اي حاجه طيب؟ انا بعتمد على العيال. انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه؟ انت قاعد تقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده. وبعد ما اتاكدنا ان المكان متطهر من ساعتين قررنا نغير المكان، وللاسف ما اكتشفناش الا بعد فوات الاوان، والجو كمان مش راضي يبطل مطر. اتفق هو والكراكه عليه وبدات الافيهات. خيبة الامل. انا هنا يا سلامة. وبصيت في الساعة لقيتها عدت 2 والجو مش راضي يبطل. لفينا لحد الساعة 3:30 وقلنا لا بيتنا أولى بينا، وقررنا نتعشى في العربية علشان ما نروحش نقلق النايمين في البيت. أصلا أنا متعاون جدا، وسبحان الله زي ما يكون الشتا ما صدق نطلع نصطاد، سايبين المنصورة ناشفة ورجعنا لقيناها ناشفة. الشتا كان في قلبشه بس، وبالذات في المكان اللي بنصطاد فيه سبحان الله. صارت يا احمد احنا رايحين خايبين الامل. الحمد لله نروح سلام بس دي بالدنيا زي الفل. علي صح النوم يا علي؟ والله صح. تصبح على خير. انت من اهله. يا ترى الراجل هيرضى يرجعنا الطعم ده تاني؟